السلام عليكم. فيديو جديد. اصبر، هذو جماعه اللي يعبدوا ميسي ويعبدوا برشلونه، مش اللي سيبورتوا ميسي وسيبورتوا برشلونه. فيديو جديد ليكم، وجد روحك، يلا معايا. مرحبا بكم في الحلقه المنتظره. سبب حبي لكريستيانو رونالدو وكرهي لليونيل ميسي والعياذ بالله. كاميرا بابا. أصدقائي، أنا إنسان مشجع كرة القدم، ومشجع كرة القدم فقط، ولكن أسباب حبي لكريستيانو رونالدو الذي لا يعني أنني أعبد كريستيانو رونالدو مثل البعض، لا، أنا أحبه كشخصية، كلاعب كرة قدم، أو أعظم لاعب كرة قدم فقط، وليس أعظم إنسان، فأعظم إنسان هو محمد صلى الله عليه وسلم. كريستيانو رونالدو عظيم فقط في كرة القدم، انتهاء كرة القدم ينتهي كريستيانو رونالدو، ولكن هنالك البعض لدير ميسي قدوة وإله ويعبدونه ويصلون له والعياذ بالله، استغفر الله. كما على بالكم ليكيب الحلقة تاعنا هي رياكشن، يعني أنايا راح ندير رياكشن على لي فيديو، واليوم راح نحكي لكم سبب كرهي لميسي والعياذ بالله، لأن هنالك ناس يعبدون ميسي وربحوا لي العاب على جال ميسي، منهم أصدقائي. يلا نبدأ كأول فيديو، بسم الله. أحدهم كتب قال: لمن الكأس اليوم؟ لميسي الواحد القهار. إي وربي. لمن الكأس؟ للواحد القهار، أعوذ بالله. خوتي، هذه ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لهم: لمن الملك اليوم؟ أين هم الطغاة؟ أين هم الكفار؟ أين الذين طغوا في الأرض؟ هذه مقولة ربي سبحانه وتعالى. ما تجيش نتايا تكومباري ربي سبحانه وتعالى بميسي، يعني هنا كفرت جلد على جال ميسي اللي مو سامع بك اصلا ما هو سامع بك ولا سامع. لا حول ولا قوه الا بالله. وآخر كتب قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليشجع ميسي. عشرات. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر شوف قلة الإيمان وشوف الجهل اللي يوصل هذون قاعد صرا من البرشلونيين، هذون قاعد يتبعوا البرشا صرا لهم كيما هاك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا نكملوا، يلا راح نزيد نخبط لكم قلبكم بهذو الناس اللي تتبع ميسي هذون. التعليقات. أنا أنقل هذا الكلام لتروا مدى الغفلة التي نحن فيها، لتروا مدى الغفلة، مدى غفلة الشباب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لأن الزلزال كان بعد مباراة كأس العالم بدقائق كما تعلمون. في التعليقات بعد الزلزال بدقائق، فالناس تتساءل يعني عن مركز الزلزال وعن قوته وعن الصوت الذي خرج. فأحد التعليقات ماذا كتب فيها صاحبها؟ ماذا قال؟ قال: ميسي جعل الأرض تهتز. هذه الهزة بسبب فوز ميسي. يعني انت هنا يا الجاهل يا الفاسق الذي ليس مسلما، باسكو المسلم ما يديرش كيما هاك، كومبارات قوة الله وعظمته بميسي. كافر كون قاجي مسلم بالك نقولوا مسلم، ما نقدروا شويه نتعاطفوا معاك، مشكل كافر ودير عليه كيما هاك. قالها بالعامية: ميسي خلى الأرض تهتز. أي قلوب هذه؟ ميسي خلى الأرض تهتز. شوفوا العبسيين هذون الذين يعبدون ميسي، شوف ذيك الجرأة، شوف ذيك الكلام، وزاهي بها، يعني ها ميسي يهز الأرض. استغفر الله والعياذ بالله. هيا فلننتقل إلى الفيديو الثاني. الفيديو الثاني اللي نخليكم تكرهوا ميسي، صح؟ لأني أنا إنسان كي نشجع إنسان نشجعه على موهبته وعلى شخصيته أيضا، معناتها شغل إذا كان ماهوش مليح في شخصيته أنا مانيش راح نحترمه ومانيش راح نتبعه أصلا. راح نشوف واحد الفيديو لميسي خرج مؤخرا، ها هو مو كامل شفتوا هذا الفيديو. charlamos un ratito, bebé. يعني هذا الإنسان يدعم المثلية والعياذ بالله. أنت تتبع إنسان يدعم المثلية، تقول لا كرة القدم. أنا لا أتكلم عن الناس اللي يتبعوا كرة القدم فقط في 90 دقيقة تكمل حكايته، لأن نهضر على الناس اللي يعبدوه ليلا ونهارا 24 ساعة. هو ميسي هو ما عنده لا خدمة لا قدمة لا زواج لا والو، قاعد قال له هي الميسي. فننتقل للفيديو الثاني. هذه ليكيب تاع برشلونة ذاك العام مع نيمار وجماعة وميسي راحوا لتل أبيب والعياذ بالله، راحوا للصهاينة. هاك تشوف عند حائط المبكى، عند الأعداء الله
مع الرئيس ذاك الله لعنة الله عليه. شوفوا برشلونة هذا واش راح دير، زاهيين مازلتوا تسيبورتو فيها، مازالكم تعبدوا هذا الخنزير هذا، مازالكم تعبدوا فيه. صح، راح ننتقل الى الفيديو الثاني. الفيديو الثاني اللي خلاني احب كريستيانو رونالدو من نهار اللي شفت هذا الفيديو خاوتي. شغل عشقت هذاك الانسان اللي هو كريستيانو رونالدو، ولكن هذا لا يعني انني لازم نعبده، لا، عشقته لانه شغل حسيت فيه مبادئ من الاسلام ونوع من الاخلاق الاسلاميه. سبحان الله. هيا ننتقل. هل انتم جاهزون يا اطفال؟ هيا ننطلق. كشفت مواقع إلكترونية غربية عن قيام الأرجنتيني ليونيل ميسي بتحويل مبلغ مالي قيمته $1,000,000 خلال الأيام القليلة الماضية لدولة الكيان الصهيوني. فشكرا يا ميسي على مساهمتك الفعالة في قتل أطفال غزة الأبرياء. شكرا يا ميسي على قتلك لأطفال الأبرياء في غزة. وكإنسان يدعم الكيان ويتبرع للكيان باش يقتل إخواننا في فلسطين، وأنت مازالك تهضر، مازالك مشي. هذا إذا كان عندك قلب وراجل أصلا باش تقدر تهضر. فلنشاهد الأسطورة كريستيانو رونالدو، أعظم ما أنجبت كرة القدم. تبرع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بمبلغ يقارب $2,000,000 لأطفال فلسطين، وهي قيمة جائزة الحذاء الذهبي التي حصل عليها الموسم الماضي. فقامت مؤسسة ريال مدريد ببيعها ومنحها لمساعدة أطفال فلسطين ولبناء المدارس في غزة. هالرجالة، هالناس اللي تقتدي بها يا أخي العزيز، هالرجالة. آخر يقتل إخوانك في فلسطين، وآخر يدعم إخوانك في فلسطين. ماذا؟ تحوسوا نخرجوا على كرة القدم؟ خرجوها على كرة القدم. أنا ننصح فيك يا صاحبي، أفهم، فيق بريق النار راح تمشي تحتك. ننتقل إلى الفيديو الثاني. آخر فيديو داروا كريستيانو رونالدو قال هضر على فلسطين بطريقة غير مباشرة. شوف الرجال. You know, for me, the pressure, it's the people who is in a war that they don't have foods to eat, that deal with the guns during the night, the shots. For me, this is the real pressure. جوا اللي قاعد معاه قال له هل تشعر بالضغط في السعودية؟ قالوا جواب اخواننا في فلسطين بطريقة غير مباشرة. يعني شكون اللي راهم يتعرضون لقصف ولا راهم يباتوا في خيم خلاف اخواننا في فلسطين. عشت وراها صعيب الشيء. كلام حبيت نبارطاجه معكم وندير رياكشن عليه. يلا بسم الله. هداف العرب وهداف اوروبا وهداف القارات وهداف المنتخبات وهداف دوري الابطال مطواك، وايضا بين ظفرين محلاك يا ساري يا سادة. اين ذهبت؟ تركت القصر. 2008 رونالدو خدتها بكرة القدم في 2008. دا كلش انا وداني في الدومينويت، والله انا وداني رونالدو. ما يحشمش والله ما يحشم. كيفاه تدي فيا رونالدو؟ احشم سي شويه، خلي خاوتك ادي بالون دور، ادي شامبيونز ليغ، خلي الدوري للجماعه. علاه تدي فيهم اسيدي؟ ما تديهمش كاع باسكو ما يبغوش اللي يعبدوا ميسي، ما يبغوش. انتهت حلقتنا اليوم. معليش خاوتي، ما تنساوش دير جيم وتكومونتي وتبارطاجي الفيديو. راه مازال جديد خاوتي، مازال نزيدو نطوروا لكم المحتوى في اليوتيوب. ديروا فينا الايمان وامنوا بي، وراح تشوفوا محتوى كبير جدا باذن الله تعالى. انا نسعد راكم في الحلقه خاوتي. ويا اخي ما كان لا تعبد ميسي، نصيحه مني لك، وما كان لا تبعث لي ريت في الانستغرام تقول لي ميسي عمك وكذا. انا عطيتك نصيحه. ايا تصبحوا على خير والسلام.